بعد الفرحة الهستيرية في الإعلام المصري المثيرة للجدل بسبب فوز النادي الأهلي على نادي الوداد الرياضي دوري أبطال أفريقيا ظلما وعدوانا، ومش هنتكلم بالأسباب الأخرى. النهاردة الحزن يسيطر تماما على الإعلام المصري بسبب هزيمة المذلة للمنتخب المصري من المنتخب الكويتي 6-2 اللي صعد أصلا في مجموعة المنتخب المغربي الوصيف. يعني المغرب كان في الصدارة والمنتخب الكويتي طالع في الوصيف. المنتخب المغربي للفوتسال يفوز على المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور والدولة المنظمة بنتيجة كبيرة جدا. مباراة كانت درامية في النتائج بتاعتها، فاز 5-2 عن فوز جدارة واستحقاق. البطل ما زال هو البطل مهما حدث، مهما كانت الاقاويل فهو البطل. احنا اسفين في البدايه ان احنا قارنا او حطينا اسم المنتخب المغربي مع المنتخب الليبي مع المنتخب المصري. كنا مفكرين بالنتائج المنتخب المصري في بدايه المجموعه ان احنا خلاص قاب قوسين او ادنى ان احنا نقابل منتخب المغرب وليكن على النهائي، لكن الاداء الهزلي اللي حصل النهارده ان احنا نخسر من منتخب الكويت اللي يعتبر اول مره يصعد الى الدور النصف النهائي في البطوله العربيه للفوتسال. انا ما بقللش من المنتخب الكويتي، كل الحب والتقدير للمنتخب الكويتي والف مبروك طبعا على الفوز، لكن بسبب الهزيمه ديت بان لنا دور المنتخب المصري وضعف التخطيط ان احنا ما نقدرش فعلا ننافس. احنا شفنا ما شاء الله المنتخب المغربي للفوتسال في السنوات الاخيره راكب القطار السريع، راكب قطار البراق، وكله على البطولات ما شاء الله ما شاء الله اللهم لا حسن. انما لما تيجي تتكلم عن المنتخب المصري عندنا مشاكل كتيره جدا، ايه الزحلقه وايه الوقعه وضعف اللياقه البدنيه اللي كانت موجوده في المباراه ديت. حاجه غريبه، مباراه المفروض كانت تحت ايدك، انت كنت ممكن تقدر تفوز بسكور كبير كمان على المنتخب الكويتي، لكن ما حدث النهارده بجد اثبت لنا ان المنتخب المصري للفوتسال ضعيف جدا جدا ولا ينافس للبطولات. دي بطوله عربيه، فما بالك بقى لو كنا بنلعب في بطوله كاس عالم كنا طلعنا بفضيحه بجلاجل. الف مبروك للمنتخب المغربي اللي فاز على منتخب كبير المنتخب السعودي 5-2. مباراه كانت قويه جدا، شوط اول خلص 4-0. هشام الدكيكي عمل تغييراته المعتاده بتغيير 3 لاعبين مره واحده، قدر يعمل فوارق، لكن المنتخب السعودي قدر يسيطر شويه على الكوره، بدا يخش في اجواء المباراه، هدف ثم الثاني. في النهايه المنتخب المغربي يختتم بالخماسيه الجميله جدا ما شاء الله. والمنتخب الجزائري فاز على منتخب العراق 2-0 في مباراه ضعيفه فنيا ولكن كانت تحت سيطره المنتخب الجزائري. الف مبروك للمنتخب الجزائري اللي وصل لنصف نهائي تقريبا برضه ولاول مره في الفوتسال للكره العربيه. نهايه النصف النهائي للبطوله العربيه للفوتسال المنتخب المغربي في مواجهه قويه جدا مع منتخب ليبيا وكل منهما له بطولتين. المنتخب الليبي حاصل على اللقب سنه 2007 و2008 والمنتخب المغربي سنه 2021 و2022 وهو البطل لاخر نسختين. اما المواجهه الثانيه منتخب الجزائر مع منتخب الكويت، ودولت يعتبروا لاول مره يوصلوا لنصف نهائي كاس العرب للفوتسال. هتبقى مواجهات قويه جدا ومن المتوقع صعود المنتخب المغربي للمباراه النهائيه في انتظار نتائج منتخب الجزائر والمنتخب الكويتي. بالتوفيق للدول العربيه ان شاء الله. احبائي الكرام الفيديو خلص، حط اللايك واشترك في القناه وشير الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.